يوم في حياة مش مثالية. النهاردة كنت صاحية كسلانة علشان نايمة متأخر ولولي مصحياني إجباري، بس أخدت الأمور بطريقة إيجابية وقلت فرصة أخلص اللي ورايا وهي تنظم نومها. قمت صليت وقريت الأذكار، ولو فعلا عايزة تبقي مبسوطة طول اليوم اقري الأذكار. دخلت رشيت بقى الزرع علشان الراجل اللي في المشتل قال لي ما بيحتاجش مية كتير. وبعدها جهزت لولي فطارها، كانت علبة زبادي على موزة ومعلقة شوفان كبيرة مطحونة. هي وجبة خفيفة وفي نفس الوقت مغذية علشان معدتها تعباها. واديتها بقى الفيتامين بتاعها، وده زيت علشان الفيدروب بتأثيره ضعيف بعد ال6 شهور، وبصراحة حسيته فرق معاها. ومن وقت ما بقيت اروق الشقة كل يوم الصبح وهي بقت على طول نظيفة وما بتاخدش وقت خالص. وده اكل لولي اللي هاخده معايا، وما تنسوش تعرضوا عليهم مية كتير، الجو حر جدا. دخلت لقيت لولي قررت توقع لي القهوة واصلحت ما يمكن اصلاحه، ولبسنا ورحت الجيم. وعايزه اقول انه فرق معايا نفسيا وجسديا قوي. لو انتي ومتردده تروحي صدقيني هيفرق معاكي جدا. واخدت لولي وروحنا، والغدا كان محشي. وما تقولوليش ازاي محشي مع جيم، انا بروح الجيم علشان اغير نفسيتي. هي اكله صعبه شويه، بسهر اعملها بعد ما لولي بتنام. وقررت اكافئ نفسي النهارده واشغل غسالة الاطباق، وده نوع كبسولات حلوه قوي واقتصادي، والحمد لله على اليوم اللي بيمر في سلام.